مساء الخير أعضاء المجموعة. فاطمة بالعربي من باريس، إعلامية جمعوية مديرة أعمال. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة للتدخل لموضوع في الإعلام، دور الإعلام والإعلاميين في مواكبة الفيروس كورونا كوفيد 19. كمواطنة وكإعلامية في باريس سأعطيكم صورة على كيفية تعامل الإعلام والإعلاميين مع هذا المشكل وهذه المعضلة هنا بفرنسا. أولا أترحم على جميع الموتى ونطلب الشفاء لجميع المرضى، ونطلب من العلي القدير أنه ينجي الناس اليوم واخذين الاحتياط طبعا، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة إن شاء الله للعالم. بالنسبة للموضوع ديالنا، احنا كنشوفوا أنه الإعلام هنا عندنا في فرنسا تقسم إلى فئتين: فئة تواكب كل ما تقوم به الحكومة وقرارات الحكومة والقرارات الطاقم الصحي الذي هو مع الحكومة، وفئة ثانية تهتم بالمواطنين وتنزل للشارع لتأخذ حقائق لم تتطرق لها الحكومة من قبل، حقائق المواطنين وحقائق الشارع أثرت بكيفية كبيرة على القرارات التي اتخذتها الحكومة في أول الفيروس نتاع كورونا. لما ظهر الفيروس الحكومة أخذت قرارات بعجالة، قرارات ليس لها علاقة مع الواقع، أرقام لا نقول يمكن غالطة، لكن ليست حقيقية. إذا قلنا ليست حقيقية يعني نقول غالطة، هذا هو يعني التعبير. أرقام غالطة مغلوطة على أساس أنهم ما عندهمش كل شيء المعطيات. الأرقام اللي كانت كتعطى في الأول أرقام المستشفيات، الناس اللي كانوا كيتوفوا في المستشفيات. لما تدخل الإعلام الحر والإعلام متعدد وجهات النظر والإعلام اللي هو متواصل مع الأرضية ومع المواطنين ومع الواقع، ظهرت أرقام أخرى وأجبرت الحكومة على إعطاء أرقام حقيقية. ورغم ذلك هناك أرقام أموات ومصابون لم تعرف لحد الساعة. فلهذا دور الإعلام كان جد مهم، الإعلام الحر كان جد مهم، لأنه مكن من تغيير القرارات التي كانت تتخذها الحكومة من غير أن تتواصل، بدون أن تتواصل بالأرض، بالواقع، بالديور العجزة التي توفت فيها أكثر من 3000 شخص. يعني الناس كانوا يتوفوا في بيوتهم. الآن باقي هذه الأرقام كلها ما دخلتش في الأرقام اللي هي كتعطينا دابا مثلا وزارة الصحة يوميا كل مساء. طبعا احنا الحجر الصحي طبق من ابتداء من 15 مارس وتمدد إلى 11 أفريل.
ومن بعد إلى 11 ماي. فلهذا الحجر الصحي اتخذ في وقت جد متأخر. فلهذا نحن اليوم كنشوفوا أن فرنسا كتدفع الثمن نتاع القرار اللي ما اتخذتوش في الوقت اللازم، لما كان الفيروس يعني منتشر خاصة في إسبانيا وفي إيطاليا، وكانت ضحايا كثيرة. وإحنا يعني كفرنسا أو بلجيكا بلد ليست بعيدة هي كلها في أوروبا وليست بعيدة من إيطاليا ومن إسبانيا. فهذا القرار المتأخر جعل فرنسا الآن تدفع الثمن. وبهذه المناسبة أحيي صاحب الجلالة حفظه الله على القرار الشجاع الذي اتخذه بقفل الحدود بمجرد ما يعني حس أن الخطر والخطورة في الباب الذي هو أوروبا، والتي ليست بعيدة علينا إلا بكيلومترات على البحر أو على الطريق. نستمر طبعا في هذا اللقاء، وأتمنى أن الإخوان والأخوات اللي عندهم رغبة أنهم يسألوني سؤال بالنسبة لهذا التعامل مع الإعلام والإعلاميين مع الوباء. ونطرق يمكن لواحد النقطة أخرى أنها اللي فيها واحد الأغلاط وأغلاط فادحة نتاع الفاكسان طبعا، اللي هي ما موجوداش دابا، ما كاينش علاج اللي هو غادي يعالج هذا الفيروس، ونتاع الخطأ الفادح اللي اتخذوه بعض الأطباء على أساس أنهم بصدد إيجاد الفاكسان أنه غادي تكون التجربة عليه على يعني الشعوب الإفريقية. طبعا هذا طار واحد الضجة قوية، والحمد لله أن المواطنين الفرنسيين والجمعيات والحقوقيين هنا وحتى يعني المسؤولين في الصحة، بعض المسؤولين في الصحة وبعض الأطباء رفضوا هذا الخطاب واعتبروه خطاب عنصري وخطاب يعني غير مسؤول يعاقب عليه القانون. هذه من جهة. ويمكن نتطرق إلى النقطة اللي هي الحساسية، اللي هي يعني الآن حسيناها بأكثر في الإعلام الفرنسي تجاه المغرب والقرارات المغربية. ما بغيتش ندير لكم لقاء على طريقة محاضرة يعني كلها كلام وهذا، خليت لكم المجال أن احنا نطرحوا الأسئلة ونعود نجاوب عليكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم.